ما تاكلش يا كوتش قبل ما تنام علشان هتتخن. هو فعلا الاكل قبل ما بننام بيتخن او بيسيب زياده وزن؟ الحقيقه لا، الاكل ولا بيتخن ولا بيسيب زياده وزن. ايه ده؟ يعني الموضوع ده بجد؟ اه الموضوع ده بجد. كل الناس بتقول لو عايز تخس ما تاكلش بالليل. بس قبل ما تهاجمني واسمع وافهم الاول، الناس اللي بتقول النصيحه دي مش دايما ولا اطباء ولا متخصصين. والحقيقه انك ممكن تاكل بالليل وبرضه ما تتخنش، بل كمان ممكن تخس ووزنك يقل. تعال اشرحها لك ببساطه. اول حاجه، العامل الاساسي لزياده او نقصان الوزن هو السعرات الحراريه. لو بتاكل اكتر من احتياجك للجسم وزنك هيزيد، طب لو بتاكل اقل وزنك هيقل. ميعاد الاكل ملوش اي علاقه بالموضوع. تاني حاجه، لو الاكل اللي انت بتاكله على قد احتياجك لجسمك هيبقى السعرات بتاعتك ثابته، هيبقى وزنك هيفضل ثابت سواء اكلت الصبح بالليل او حتى قبل ما تنام مباشره. لو عملت عجز سعر حراري في اليوم من 500 ل 700 سعر حراري هتخس في كل الاحوال، حتى لو كلت وانت نايم على السرير. رابع حاجه، المهم ان السعرات تكون من مصدر صحي، ما تعتمدش على العصائر والمشروبات الغازيه او حتى الوجبات السريعه. وخامس واخر حاجه، خد بالك ان الملح والسكريات والمعجنات من السموم البيضاء وليها تاثير بشكل اكبر على شكل جسمك. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو واشوفكم